السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي بغيت نشارك معكم فيه الفصالة ديال هذا قفطان جوهرة اللي غادي نديرو مسدود من الامام وطويل وبالحزام. هاد الثوب هذا عندي فيه في الطول مترو، في الطول 3 متر و20 سنتيم، وفي العرض فيه متر و12. ودابا غادي ناخذ هاد الثوب ديالي هنا تنيتو على 50 سنتيم هكايا على جوج، ودائما الجهه اللي متنيه هي اللي جهتي هكذايا. خديت هذيك 50 سنتيم وتنيتو كله، وهذاك الطرف اللي خليت في الامام هذاك غادي نخرج منه الكمام. ودابا انا هاد الثوب هذا غادي نقسمه على جوج. الجهه دائما اللي غادي نفصل فيها الامام غادي نخليها هي اللي في الوسط كما كيبان لكم هكذا. انا خديت دابا السنتيم ديالي وعبرت الطول ديال القفطان. انا خديت فيه متر و54 سنتيم، وخليت النصف الثاني، يعني بحال كنجي وكنقسم الثوب من النصف بلا ما كنقطعو، عاد كناخذ القياسات ديالي باش كيبقى ليا هذوك الجوانب اللي بقاو ليا في الكتاف هما اللي كنستغل. وكما غادي تشوفوا معايا الا تبعتوا معايا الفيديو حتى الاخير. هنايا خديت التقويره ديال الظهر ديال العنق، خديت فيها 8 سنتيم وهبطت ب2 سنتيم، وهنايا غادي نهبط ب4 سنتيم باش نطراسي خط الكتفين اللي عندي فيه 40 سنتيم، قسمتها على جوج هي 20 سنتيم. ودابا غادي ناخذ خط التركيز. دائما البنات كيسولوني على كيفاش نلقاو هذا خط التركيز. دائما خط التركيز هو خط الكتفين، كنقسموه على جوج وكنضيفوا ليه واحد 2 سنتيم. هي اللي درت هنايا، خديت خط الكتفين اللي عندي فيه 40 سنتيم قسمته على جوج هي 20، وزدت ليه واحد 2 سنتيم هي 22، يعني 22 هي اللي خديت في خط التركيز. ومن بعد ما طراسيتها هنايا قديت السنتيم باش ندير خط الصدر. انا عندي هنايا في خط الصدر عندي فيه 30 سنتيم، وهكذا خديت المسطره ديالي وغندير تعامد باش كنطراسي هذا خط التركيز. هنايا خديت زاويه قائمه كيف ما مولفه كنخدم معكم في الفيديوهات السابقه. ومني خديت هذيك الزاويه قائمه قسمت هذاك خط التركيز على جوج، جاتني فيه 11. ودابا غادي نقور التركيز ديالي على هذا الشكل هذا. كنتمنى يكون هذا الفيديو ديالي واضح. وهذيك المنتصف اللي خديت ديال خط التركيز من جهه الكتاف كندخل بواحد سنتيم في هذيك التقويره. ودابا كنعبر التركيز ديالي، كنتحقق منه دائما ملي كنديروا التركيز كنتحققوا منه واش هذاك التركيز اللي عندنا واللي عبرنا على عبرنا من قبل. مهم دابا غادي ناخذ خط الحزام. خط الحزام انا عندي فيه 28، هبطت ب16 بعدا هي الاولى من ابتداء من خط الصدر هبطت ب16. ودابا غادي ناخذ خط الحزام اللي عندي فيه 28 سنتيم. ودابا عاد عاوتاني غنطراسي خط الحوض عندي فيه 30 سنتيم، هبطت ب12 ابتداء من خط الحزام هبطت ب12 وطراسيت خط الحوض كما يتبين لكم. ودابا غادي ناخذ طول القفطان. انا عندي في طول القفطان عندي فيه متر و38، وخديت متر 50 في الطول باش يكون عندي القفطان طويل بالحزام. وهكذا راني قطعت القياسات ديالي باش ما نطولش عليكم الفيديو. وهانتوما كيف ما كتشوفوا ها هو الظهر ديال القفطان. دابا غادي نمشي باش نفصل الامام. كيف ما قلت لكم انايا هاد الشيء اللي استغليت من هذاك التقطاع ملي خديت الثوب على جوج شاط ليا باش ندير الامام وغيجيني طويل، ما غاديش يجيني ناقص. يعني هذاك الشيء اللي بقى ليا التقطاع اللي بقى ليا من العنق والكتاف كيف ما كتشوفوا خديت الثوب وطويته عاود على جوج، ودرت فيه في العرض 50 سنتيم. ودائما الجهه المثنيه هي اللي جهتي. وكنقاد دابا الظهر باش كنخرج الامام ديالي كنجيبو مقاد
حيت كيف ما كتعرفوا الثوب جوهره راه كيبغي تشديه هكذايا وتقاديه مزيان. ودابا هانتوما راه جاني طويل، جاني العبار اللي بغيت. ودابا غادي نطراسي تقويره الامام. هنايا غادي ناخذ في التقويره خديت فيها 12 سنتيم، وغادي ندير التقويره ديال الامام ديالي. كيف ما شفتوا راه الامام حتى هو مسدود ماشي مفتوح. وصافي وغندير القياسات الاولى ديال الظهر. ملي غادي نحط الظهر على الامام وهكذا راني كنحصل على قفطان كيجيني هو هذاك في القياسات، ما كيجينيش قصير. المهم راني كنستغل واحد 10 سنتيم حتى ل 12 سنتيم من هذيك الفصاله اللي درت في الاول. يعني كيف ما ظهر لكم خديت هذيك التحت ديال الثوب ملي طويته في الاول هو اللي درت منه الجليل، وفي المنتصف هو اللي خرجت منه الكتاف والعنق. وصافي دابا كنفصل القفطان ديالي، كنحيد الامام ومن بعد غادي نحيد الظهر باش نفتح هذيك التقويره ديال نفتح هذيك الفتحه ديال الامام اللي غادي ناخذ فيها 30 سنتيم ابتداء من دورة العنق الامام. غناخذ غنفتحها ب 30 سنتيم. الا بغيتو تكبروا الفتحه ممكن تزيدوا واحد 2 سنتيم حتى 4 سنتيم تكون 32 ولا 34. المهم انا غندير في الفتحه ديالي غندير فيها 30 سنتيم فقط. وهكذا انا غادي نفتحو معكم باش تشوفوا الشكل ديالو على هذا الشكل هذا. ودابا جيت للكمام، انا بغيت نفصل الكمام ولكن لقيت الثوب ناقص هنا. ملي طويت الثوب على 4 لقيت غير 23 سنتيم، يعني ما كافينيش. وانا عندي في التركيز ديال الكمام عندي 30 سنتيم في التركيز. يعني اش غندير ضروري من الخراط في هذا الفصاله هذه. وهنايا باش نخرج الكمام ديالي غندير كيف ما قلت لكم الخراط. وهنا انتم كيف ما كتشوفوا شديت الحاشيه ديال الثوب هنا وتنيت الثوب على 12 سنتيم. وهذاك الثوب اللي شاط ليا من الجوانب ديال القفطان ديالي راني قسمته على جوج باش داك المنتصف اللي عريض غادي ندير منه الكمام، والمنتصف اللي ما فيهش الثوب بزاف غنكمل به الخراط بهذه الطريقه هذه. وديما ملي كنتني كنخلي الثوب نيت من الاول متني على جوج، وكندير التنيه الاولى التنيه اللي قلت لكم فيها 12 سنتيم. وهذا الثوب هذا اللي درت دابا باش ندير الخراط حتى هو متني على جوج. درت الحاشيه على الحاشيه باش داك السنتيم ديال الحاشيه هو اللي غادي نخيطه من بعد باش نخرج الكمام في القفطان ديالي. ودابا انا قديت الثوب وغادي نهبط ب10 سنتيم، وغادي ناخذ في التركيز غادي ناخذ 28 سنتيم. 28 سنتيم اللي قسمتها على جوج هي 14 سنتيم، ومن بعد غادي نقسمها عاود على جوج هي 7 سنتيم. غادي نطلع في الجهه الاولى بسنتيم ونص، وغادي نهبط في المنتصف الثاني بسنتيم ونص. هكذا كنتمنى يكون واضح هذا التركيز ديالي. ودابا غادي ناخذ طولكم انا عندي فيه 60 سنتيم، وغادي نخلي واحد 2 سنتيم ديال التكفيفه. هي 62 سنتيم. ودورة الكم راني خديت فيها غادي ناخذ فيها 15 سنتيم. هكذا غادي نطراسي دورة الكم وصافي. وغادي ناخذ المسطره ديالي باش نطراسي لكم
على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نفصل الكم ديالي، وهاد الطريقه راها ساهله. طريقه الخراط، طريقه عفوا الكمام بالخراط راها سهله بزاف بزاف، طريقه سهله. ومن الاحسن نديرو حنا الفنيت بالنسبه للمبتدئات، نديرو الفنيت في داك الحاشيه اللي درنا هكذايا في الوسط، نديرو الفنيت باش ما يجيناش، باش يجينا العبار مزيان. حيت كيف ما كتعرفوا هاد الثوب ديال الجوهره راه ثوب حريري، وكيبغي هكذايا نقادوه من الاول. من الاحسن كما قلت لكم نديروا الفنيت هكذايا باش ما كيبقاش الثوب يزلق لينا على بعضياته. وهكذا غادي نفصلوا البصله ديالنا عادي بشكل عادي. والمهم البنات الا تبعتوا هاد المراحل اللي درت راكم غادي تخرجوا قفطان من ثوب جوهره واخا ما فيهش العرض، فيه غير الطول، غادي تخرجوا منه قفطان طويل وبالحزام. وهكذا راني فصلت الكمام بالخراط، وعاد دابا غيبقى الطروفه اللي غيبقاو ليا نحاول نخرج منهم الحزام ماشي مشكل، واخا نكونوا درنا فيه 3 طروفه ولا 4. المهم غير كناخذوا فيه ديك 8 سنتيم هكذاك، وكنديروا هكذا الطروفه كنلاقيوهم مع بعضياتهم. وهكذا راني كملت معكم الفيديو، وشكرا على المتابعه. وهذا هو الشكل النهائي ديال القفطان ديالي اللي خدمته بزواق المعلم والحزام. ها نتوما كيف ما كتجوا تشوفوا راه جا انيق. وشكرا لكم على المشاهده مره اخرى، والى اللقاء فيديو قادم.